قنبلة التفتيح كتير قليل عليها. اليوم خلطتنا خرافية حرفيا لتبييض الجسم وتصبغات الوجه بمكونات متوفرة وبسهولة بنقدر نحضرها، والنتيجة من أول الاستعمال شو هي وكيف. أهم شي تابعوا هذا الفيديو للنهاية وشوفوا حالكم إذا مشتركين فيها، ولا تنسوا تضغطوا لايك. برحب فيكم من جديد من وين ما كنتوا بتتابعونا. مثل ما حكينا خلطتنا كتير سريعة المفعول لتبييض التصبغات الجسم كتبييض الأكواع، الركب، المناطق الداخلية، وكمان فينا نستعملها لتصبغات الوجه فقط. يعني ما بصير هيك نستعملها بدون مشكلة، فقط إذا كنتي بتعاني من التصبغات بتحطيها على منطقة التصبغات والإسمرار. وكمان فينا نستعملها للرقبة، فإذا كنتي بتعاني من هيك مشكلة ضروري تجربيها، وأنا متأكدة إنه رح تدعيلي من كل قلبك. خلونا نحضر الخلطة بكل بساطة. بدنا وعاء، بدنا أول شي ناخد حبة من الإسبرين، نضيف فوقها حوالي نص فنجان من الحليب الطازج الفاتر. بعدين نضيف معلقة من صابون دوف مبشور، ونخلطهم نخلطهم نخلطهم نخلطهم. بعدين رح نضيف معلقة من كريم الترطيب وبس، وكمان بنخلطهم نخلطهم. هلا صارت جاهزة كيف بدنا نستعملها. بكل بساطة ناخد شوية من الخلطة ونحطها على المنطقة يلي بدنا نقشرها أو نتخلص من التصبغات أو بدنا نبيضها. نحطها على الركب أو الأكواع. يفضل إنه كل نص ساعة نشتغل على منطقة مشان نعطيها حقها. نتركها شي 20 دقيقة ومع تدليك بسيط. بعد ما يمرق هذا الوقت بنجيب الليفة المغربية أو شي مثلها ونبلش فرك فيها بلطف، وهيك عم نتخلص من الجلد الميت من الأوساخ. بعدين نغسلها تماما ونستعمل كريم المرطب أو زيت اللوز. أما للبشرة فيستعمل على الشكل التالي: ناخد كمية كتير صغيرة نحطها على المنطقة، ما نتقرب من حول العين، ونخليها كمان 20 دقيقة مع فرك بسيط بإصبعتنا. بعدين بالليفة لكن بطريقة لطيفة جدا. وبعدين كمان نغسلها ونستعمل كريم المرطب بالأسبوع من 2 ل 3 مرات، ورح تشوفوا الفرق من أول دقيقة. ها هي كانت خلطتي. بتمنى أي حدا بيعاني من التصبغات إنه فورا تجربها، إن كانت صبية أو متزوجة أو عروس. عن جد قنبلة، ضروري تجربوها. وصلت للنهاية، شكرا كتير لكم.